السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رمضان كريم. اهلا بيكم في حلو وحادق مع شيرين، ويا رب كده يجعله رمضان خير وبركة عليكم جميعا ان شاء الله. طبعا ما يحلاش رمضان الا بكوباية الزبادي في السحور. يلا نعمله النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة وسريعة، هيعجبكم. أنا معتمدة الوصفة دي على مدار سنين كتير، بجد وصفة ناجحة جدا ومظبوطة. نجاحها مضمون إن شاء الله 100%. لو عجبتكم الوصفة اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. ويلا بينا نشوف هنعمل الزبادي ازاي. زي ما انتوا شايفين معانا كيلو من الحليب كامل الدسم. طبعا اللبن ده دافي، يعني انا غلياه وسبته لما يدفى. هننزل عليه بكوباية زبادي ودي الخميرة بتاعتنا. وكمان معانا معلقة كبيرة من السكر ورشة ملح. كل ده هنضيفه في الخلاط بتاعنا وهنضرب كويس جدا لحد ما الخميرة تدوب جوه اللبن تماما. زي ما انتوا شايفين هنبتدي بقى نصب ايه الكوبايات بتاعتنا. طبعا انا في الفترة دي قبل ما اضرب الزبادي بتاعي في الخلاط سخنت الفرن وسبته شغال لحد ما املأ الكوبايات بتاعتي. ممكن تستخدمي اي كوبايات، بس الكوبايات الازاز طبعا حلوة جدا وهتستحمل معاكي درجة الحرارة اثناء تخمير الزبادي. زي ما انتم شايفين ما شاء الله كيلو اللبن. زي ما انتم شايفين ما شاء الله، يعني عمل كمية حلوة جدا من الزبادي، بيعمل حوالي من 6 ل7 كوبايات. طبعا بقى ما شاء الله انا كنت يعني عاملة كمية من الزبادي لان اول يوم رمضان انا بحب كده اوزع الزبادي على حبايبي وجيراني واخواتي واهلي. كله لازم يدوق الزبادي بتاع شيري كيتشن اول سحور رمضان. يا رب يعودوا علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات دايما يا رب. احلى حاجة ان انت تعملي حاجة تفرح كل اللي حواليكي. بجد هي حاجة بسيطة جدا، كوباية زبادي مش هتأثر معاكي، بس الفرحة بتاعتها حلوة جدا جدا. هنبتدي بقى نكمل كوبايات الزبادي بتاعتنا. انا عملت لكم طبعا مقدار عشان اوريكم يعني التكنيك عامل ازاي بتاع الوصفة، بس انا كملت بقى مع نفسي. وكمان هنعمل وندلع الزبادي بتاعنا بطعم الفراولة. طبعا انا عندي بنتي ما شاء الله وابن اخويا بيحبوا الزبادي بالفراولة جدا. جبت كده عصير فراولة خام وحطيته على كمية من الزبادي، اللبن بالزبادي يعني، قبل ما اصب في الكوبايات. حابة بقى تضيفي كريم شانتيه لو ما عندكيش العصير، كريم شانتيه فراولة، عندك جيلي، اي نوع من انواع المنكهات ممكن تضيفيها على الزبادي هيديكي نفس الطعم واللون كمان. لو عندك كمان مربى فراولة مفيش أي مشكلة، ضيفيها في قاع الكوباية وصبي عليها الزبادي هتبقى حلوة جدا. أنا هنا قلبت عصير الفراولة مع اللبن كويس جدا وضربته في الخلاط عشان يديني اللون اللي انتوا شايفينه ده. لازم طبعا نفرح أولادنا وأي حاجة بيحبوها نحاول إن احنا نعملها في البيت بكل نظافة وبكل إيه شيء كويس. زي ما انتوا شايفين هنبتدي بقى نملى الكوبايات بتاعتنا. عايزه اقول لكم فرحوا جدا بالزبادي بالفراوله ده، مش قادره اقول لكم سعادتهم. كده الزبادي جاهز معايا، هنبتدي ندخله الفرن. في المرحله دي هبتدي اطفي الفرن خالص وهدخله في درجه الحراره اللي احتفظ بيها الفرن ساعتين بالظبط، وهيخرج معاكي الزبادي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين ما شاء الله؟ زي ما انتوا شايفين كده عامل طبقة قشطة على الوش. ما شاء الله اللهم بارك. لو انتي بتحبي اللبن المبستر عادي جدا اعمليه، مفيش مشكلة، مش لازم كامل الدسم، على حسب الطعم اللي انت عايزاه استخدمي اللبن اللي تحتاجيه في الوصفة بتاعتك. شايفين متماسك ازاي؟ اللهم بارك، لان لسه ما دخلتوش التلاجة كمان. ما شاء الله حلو جدا، حاجة طبيعية، حاجة بدون مواد حافظة، حاجة
يعني بجد تسعد أسرتِك وتسعد كل اللي حواليكِ، وطبعًا ما فيش أي بيت ما بيتسحّرش بزبادي، فاعملي الخير في بيتِك، خلّي الخير في بيتِك دايمًا. بُصّوا متماسك إزاي، أنا بُصّوا عمّالة أقلب لكم الكوباية، ما شاء الله اللهم بارك، حلو جدًا، جدًا. بجد كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب يعود عليكم الأيام بخير، وشكرًا ليكم.